ما يحدث في السعودية لا يسكت عنه أبدا، وأنا لن أسكت. والله لو كانت التعليقات إيش ما كانت لا يمكنني أن أسكت. أنا لا أظن أن هناك دولة في العالم العسكري ورجل الأمن فيها يشتغل مصلح اجتماعي إلا في السعودية. أنا قبل فترة كنت في دولة عربية قريبة مننا، اللحظة التي توقع فيها بيد العسكري غلطان ما أنت بغلطان لازم تدفع. ثم ذهبت إلى دول شرق أفريقيا، اللحظة اللي توقع فيها بيد العسكري حتى لو أنت نظامي هتدفع، يعني هتدفع. ثم رجعت إلى هنا إلى السعودية مرة أخرى، وحصلت مشكلتين أمام عيني. المشكلة الأولى حصلت لأخ يمني مع أخ سعودي، وجت الشرطة وجت الدورية على أساس يحولوهم للنيابة، وحصلت المشكلة وقلب العسكري أسأل الله أن يجزيه الجنة مصلح اجتماعي، وبدأ يتكلم معاهم ولا نريد أن احنا نوديكم إلى المحكمة والنيابة وإلى آخر، ويذكرهم بالله وأنهم ينبغوا أن يعفوا ويصفحوا. كل منهم اعتذر من الآخر والسلام عليكم. الحادثة الثانية حصلت بين أخ سعودي وأخ مصري، ونفس الشيء حصل، جاء الأخ العسكري وطلب منهم أن يعتذروا، وكان المصري الغلطان، وحصل منهم اعتذار وكل اعتذر للآخر، ما قال هذا ابن بلدي وبتعصب معه وكذا، لا، كل منهم اعتذر للآخر وأغلقت القضية في مكان. اليوم نفس الشيء حصلت بين أخ يمني وأخ سعودي، ونفس الشيء أتى العسكري وحصل نفس الموقف، مصلح اجتماعي ويا ناس اتقوا الله وإلى آخر، وهذا شيطان، وأقفلت القضية والحمد لله وصار صلح اجتماعي. أنا لا أظن أن هناك دولة في الدنيا أن رجل الأمن المفروض مخول بأنه يذهب بهم إلى مكان ويدفعون وإلى آخر، أنه مخول له بأن يعمل مصلح اجتماعي. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجزيهم عنا خيرا، لا يجزيهم عن المواطنين خيرا، بل أن يجزيهم عن المواطنين والمقيمين خير الجزاء. مثل هذه الأشياء الجميلة واللطيفة كيف تريدني أنا أن أخفيها وأنا أراها أمام عيني؟ لذا دعوة إبراهيم قد أصابت، رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلها آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. طبعا إبراهيم عليه السلام دعا لهذه البلد، وأنا دعوت لسائر بلاد المسلمين حتى لا يأتي أحد إيش يزايد عليه. والتعليقات التي تأتي تسيء وإلى آخر، أنت لا تنظر إلى السلبيات. يقول أحد المشايخ نحن لا نقول بأن هذه الدولة مبرأة أبدا، ولكن الخير فيها عظيم. الخير الذي تحاول أنت وقنواتك أن تخفوه أنا أحاول أن أظهره فقط، وهذا ما سيحاسبنا الله سبحانه وتعالى عليه. أنت تحاول جاهدا لإظهار الشر، وأنا أحاول جاهدا لإظهار الخير، وكل منا يسعى لما يشابهه. أنت يشابهك هذه التي تبحث عنها، وأنا أحب الخير وأحاول أن أنشره. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم لكل خير. لهذه البلد دين في عنقي وأمانة في رقبتي. أتذكر قول الله سبحانه وتعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وهي أحسنت إلي، تعلمت على ثراها الكثير واستفدت من ثراها الكثير والحمد لله. فأسأل الله أن يجزيهم عنا خير. أبشركم مرة ثانية أقفلت دية إبراهيم عبد الله الشبيبي بالأمس.